دي اضاءة الأوضة بنور الأوضة بتاع السقف والأباجورتين، ودي إضاءة الأوضة بعد ما زودت واحدة سوفت بوكس. النور جامد قوي وحاسس ان في تفاصيل بدأت تظهر في وشي. المفروض يبقى درجة 45 على يمينك او على شمالك، فيعمل لك المثلث هنا وتبتدي تظهر تضاريس جديدة وملامح جديدة في وشك ما كانتش باينة في النور اللي قبل كده. ودي يا لهوي ايه النور ده. ودي الاضاءة بعد ما انا نورت النورين دول كل منورين يا جماعة. النور ده كله انا مش عينيا وجعني قوي. خليني امسك الكاميرا اوريكم شكل الموضوع عامل ازاي، كاني قاعد في استوديو. تعالوا بصوا كاني قاعد في استوديو الموضوع عامل ازاي. ادي اول واحدة منورة في وشنا وادي التانية اهي. انا عايزكم بقى ايه تشوفوا تقارنوا بين الاضاءة دي وبين الاضاءة التانية بقى اللي هي ورايا دي. ودي اخر اضاءة معانا النهاردة، البتاع الكبير قوي ده حتى باين في الكادر اوريدي هنا. كبير جدا. عايز اوريه لكم دلوقتي حالا، بس ده شكل الاضاءة عايزين نبدأ بيها. هو ده كده. ده الستاند بتاعه اللي هو بيجي معاه، ده اللمبة بتاعته. ده بيبقى شكل اللمبة. السوفت بوكس ده بيتفتح. نجيب اللمبة نحطها هنا. طيب خلينا نشغله بسم الله. اهو ده بقى شكله. الفيديو ده مش سبونسر على فكرة، كان ممكن ان انا اقول لهم يعملوا لي سبونسر، بس الفيديو ده مش سبونسر. انا نفسي حد يعمل لي سبونسر. نفسي حد يقدرني. ان شاء الله خير خير خير، محدش عارف. المهم الناس تدعي، المهم الناس تنبسط، المهم الناس تستفاد. ان شاء الله الناس تستفاد. فعلا جنب هنا حتى كمان الجي بتركب على جي كده، بيركبوا على بعض. اجا مش بتركب ليه اهي بس كده. جي راكب على جي وجي راكب على جوجها بس كده. شكله تعبان قوي يعني. ده مش سوفت بوكس ده يعني. انا حاسس ان انا عملت القصايص دي في البيت لوحدي وده كان الشكل النهائي. مش يعني مش حاسس. يا اما انا غبي اعملها غلط. هل انا عاملها غلط؟ مفيش اي انستراكشنز يعني. البتاع ده مش جاي معاه اي حاجه بتقول لك ازاي بيتركب. انا مش عارف بجد. هل دي بتركب في دي مثلا؟ مش المفروض تبقى مشدوده كده يعني. المفروض ان دي تبقى مشدوده بس هي مش مشدوده. بس انت بقى لما بقى سوفت يعني. ما سوفت ازاي بس؟ سايف يا كابتن، سايف يا متر، سايف ولا مش سايف؟ سوفت بوكس ولا سوفت البوكس؟ سوفت البوكس ولا انت بسوفت البت بتاعت البت. انا شكلي هرجع البتاع ده اساسا، اللي هو مش عاجبني للدرجه دي. وبعدين بقى في ايه البتاع دي انها تركب عدل. ما بتركبش عدل، هي بتحسها بتشبك مره واحده، بتكليك كده مره واحده غصب عنها، غصب عنك انت شخصيا، غصب عننا كلنا. نحاول نعملها. تركيبها صعب، تركيبها بجد صعب. مش عارف لازم اتعانف عليها ولا ايه اللي بيحصل. اركبي. ليه كده؟ الله بص بتعمل ازاي. مش مفروض، مش ادمي ده، مش استعمال ادمي، ده استعمال واحد عنيف عايز يتعانف على الناس اللي حواليه. انا لست هذا الشخص. ايوه يا ساتر يا رب. يا لهوي دي كانت ده معجزه عشان تركب البتاعه التعبانه دي. معجزه. وادي اللمبه، دي اللمبه اللي جايه معاها. مش شايفين اللمبه قد ايه يعني؟ نص ايده قد ايه. اللمبه كبيره قوي. انا ما شفتش لمبه بالحجم ده قبل كده بجد. ما شفتش لمبه بالحجم ده قبل كده. نور واحد ونور ثابت. ودي البتاعه اللي بتيجي معاها بتاعت السوفت عشان تخليه سوفت. هو بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي انساجي، احب اوريكم السوفت بوكس عشان تكونوا سوفت كويس. سايفين كويس ولا مش سايفين؟ سايف ولا مش سايف؟ انا عاجبني ان انا افضل اقول نفس القلشه يعني. ما اخترعتش قلشه جديده. لا هي نفس القلشه بالظبط زي اللي قبلها. ما عملتش حاجه جديده. طب ليه ما تقلش قلشه جديده بس كده اهي. ده الشكل النهائي. شكله مش مشدود خالص. انا مش عارف اذا كنت ركبتها غلط ولا ايه، بس ده اللي طلع معايا. ده حد سايف ولا مش سايف بس اهي. اسف على كركبة الاوضه بس هو ده السوفت بوكس. وفي واحد كمان واقف مستني هنا بس الاضاءه مش جايبه. تعالوا بقى نخش في التقيل. دول لسه ما اتفتحوش. اوكتاجونال مش عارف ايه برضو. مش دعايه ولا اي حاجه للناس دي. انا طلبتها اونلاين فلا هي مش عاجباني. ده اللي جه معانا. اولا الباكجينج بتاعه شكله احسن كتير قوي عن اللي قبله، عن نوير ده وصيني وبتاع مش عارف ايه. بص يفرق ازاي. ده هاتيلي كيس هنا كمان جوه ولا هم باعتيني حاجه بايظه؟ هل هم باعتيني يا جماعه ثواني يا جماعه نروح نتفرج على توتوليال
ده انت لازم تمسكهم واحدة واحدة. ايه الهزار ده؟ مستحيل ان ده يكون هو دي طريقة شغله كده. انت بتسحب بعنف، انت بتسحب بعنف، بس يعني هي كده تسحبها بعنف لحد ما اسمع كده بس كده. هو بس الواحد محتاج يتعرف عليها. ده شكلها هي اكبر حبتين باين اهي وبس. وده شكلها من الظهر. يا حبيبي بس الله يخليك اخوي ده في كذا حاجة هنا، ده في 2 يا جماعة. السوفت بوكس ده ما جاش بسهولة. ايمن اضطر ان هو يثبت الراجل بتاع الدليفري عشان تركيبه صعب فشخ. مشدود كده، هو لازم يبقى شكله مشدود كده، شكله بروفيشنال. والله مش اعلان، بس هو لو شكله كان كويس التاني ده كنت قلت ان التاني شكله كويس، بس التاني شكله تعبان قوي الصراحه. يعني انا عارف ان دي ماركه مشهوره وبتاع النوير دي، بس شكله تعبان قوي. وبعدين بص الصيني يكسب برضه، الصينيين عاملين شغل عالي قوي. بص مشدوده، تحسها مشدوده. بص شكلها ازاي، بص سوفت بوكس تحسها مشدوده ازاي. المهم في الاول الجبنس. انا عشان ارجع الموضوع ده اساسا مش عارف ارجعه. ده الهوني كومب، ده كومب بي. مش عارف ليه اللعب بالنسبه لي هي نور. مع الكتالوج بتاعه بتاع تخفيض. اوف. يا جيو، مين جيو؟ يلا ايه ده انتوا شايفين شكله عامل ازاي؟ ده كبير يعني. هو بس شايفيني كده كويس؟ شايفيني تمام؟ النور عندكم كويس؟ اخوانا انا يعني مهما حاولت اوصف لكم قد ايه انا حاسس ان انا قاعد عند مصوراتي مش هتفهموا. انا حاسس ان انا فعلا قاعد عند مصوراتي. في نور ضارب، في دبانه هتتجنن من كتر الانوار اللي دلوقتي. في لمبه في السقف، في نورين سوفت بوكس على اليمين وعلى الشمال، في واحد هركبه معاكم، في اباجورات، في النور بتاع المكتب، في الشاشه بتاعه اللابتوب، في انوار كتير جدا. الدبابه يعني من كتر ما الدبانه متوتره هي وترتني انا الشخص. عمال اروح فين ايه كل الانوار دي؟ ايه ده، الشمس طلعت ولا ايه؟ النور جاي منين؟ وهنركب النور بقى ذات نفسه دلوقتي، هنشوف هيركب ازاي والموضوع ده هيحصل ازاي. يلا نشوف. اول حاجه زي ما شفنا معانا الدبابه دي. انتوا شايفين راسي قد ايه؟ شايفين هي قد ايه؟ الدبانه هتتجنن. انا مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، المفروض تبقوا شايفين ضلها على الاقل وهي عماله تتنطط من نور لنور ومش عارفه. المهم عندنا الدبابه دي. اول حاجه ثبت نفسك، وده الجنب بتاعها وده من فوق ومن تحت. انا مش عارف هي ليه كبيره كده. فاول حاجه احنا عايزين نعملها، عايزين نوصلها واشوف نورها شكله عامل ازاي. مش عارف هل ده صح ولا غلط ان اجيب حاجه انا مش فاهمها. هل الصح ان انت تجيب الحاجه وبعدين تفهمها، ولا تفهمها وبعدين تجيبها، ولا هل انا ينفع امسكها من هنا اساسا؟ مش عارف. واو مسدس نور. انا خايف ان انا لو سلطتها على العدسه بتاعت البتاع تضربها. عاملها كده الشمس بتطلع. بص شايفين النور عالي ازاي؟ في معاها البتاع دي اند اكشن. هي سلطت النور في حته واحده. النور بقى متسلط في حته واحده. طب يا عبد لو فكيناها، بصوا لو فكيتها النور بقى عامل كده. لو حطيتها تاني شايفين عامل ازاي؟ شايفين هو ده كده متسلط، النور متسلط كده، النور طالع خالص. انا عايز اثبتها الاول، احطها في العصايه دي. طب بتتزحلق ليه دلوقتي؟ بتتزحلق ليه؟ البتاعه دي عملاقه برضو على فكره. كل الحاجات دي حجمها كبير جدا. يعني انت ممكن تتخيل ان هي اصغر من كده في الحقيقه، ولكن هي كبيره. يعني انا مستخبي وراها. بص انا مستخبي وراها ازاي. كبيره قوي. لا والله بجد كبيره قوي. البتاعه دي كبيره قوي. انا محتاج مساعده. ومش كده مفيش حته اقف فيها، حتى اوضتي صغيره ما فيهاش مكان ان الواحد يتنفس. ادخل بقى، ايوه لف وادخل. بس دخلت. دلوقتي بقى سوفت جدا، دلوقتي بقى سوفت قوي. شايفين الاضاءه عامله ازاي؟ المهم يا جماعه ايه، متثبت بشله كهارب.
كهربنا كلنا هنموت، كلنا غرقانين في السوفت بوكس. ما هو شفت الموضوع ده، شفت الناس دي ماتوا ازاي، شفت الناس دي ماتوا ازاي. ابص لا الكواليتي ما شاء الله، لا بص لا عينيك فيها لمعة كريسماس. هي فيها وهو 50% في ابلكيشن جاي معاه، التانيين ما بتقدرش ان انت تغير القوه بتاعت الاضاءه وما تتغيرش اللون بتاعها، لكن ده بتقدر بالابلكيشن ان انت تتحكم فيه حبه حلوين. يعني مثلا انا بالموبايل كده قلبته ابيض خالص، وممكن اقلبه لا ده كده انا بنوره وبطفيه كده اعلى حاجه، دي اعلى اضاءه منه هنا بقدر اتحكم فيها. بصوا بس ده مع ابلكيشن بتاعه، فانتوا بصوا هنا الابلكيشن مش عارف هيبقى باين ولا لا، بس انا ممكن اعلي او اوطي على حسب يعني لو شايفين الاضاءه شغاله ازاي. كده اعلى حاجه 100%، والحاجه اللي تحتها هي اللون بتاعه زي ما قلت لكم 2700، فده اصفر اكتر، 5500 5700 هو بيبقى ابيض اكتر، فلوريسنت اكتر. انا برضو ماسك الموبايل تحول لونه اصفر جدا، ده 2700 وكده بقى لونه ابيض جدا. بعد ما شفت الابلكيشن زي ما انتم شفتوا اللمبه ذات نفسها كبيره جدا، الستاند ده الترايبود ده جاي منفصل، السوفت بوكس جاي منفصل بكل حاجه موجوده فيه، النور جاي منفصل، وكل ده على بعضه اغلى من الاتنين دول. يعني الاتنين دول جايين سوا وسعرهم ارخص من ده لوحده، فانت عندك يعتبر نورين وسعرهم ارخص من ده لوحده. بس طبعا دول ما فيهمش اي اوبشنز، حسيتهم ان هم ارخص جدا، ما تقدرش ان انت تغير في الاضاءه، ما تقدرش تغير في لونها، ما تقدرش تغير في اي حاجه، هي لمبه واحده بتتركب وخلاص وانتهينا. وحتى شكلها مش بروفيشنال للدرجه دي، يعني انا شفت الاتنين دول فعلا شكلهم مش بروفيشنال قوي، ولما ركبتهم ولمستهم الملمس والاحساس وكل حاجه مش للدرجه دي. تاني دي مش سبونسر، يعني الفيديو ده مش سبونسرد من سواء ايا كانت الشركه دي او الشركه التانية. انا حبيت ان انا اشتريهم، حبيت ان انا اجرب اعلي شويه واحسن شويه في الكواليتي بتاعت الكونتنت. انا عايز اقول لكم اساسا وانا قاعد قدامي الكهارب دي كلها والاضواء دي كلها، بدات احس لاول مره ان انا لا ايه ده يوتيوبر بقى وكده وبعمل فيديوهات وبتاع. انا بطيء جدا، يعني انا خطوتي بطيئه جدا في صناعه المحتوى. في ناس كتير دخلت ومن اول يوم انفستد، ومن اول يوم دخلت بفلوس ودخلت بمجهود ووقت، بس انا اللي بحب اعمله هو ان انا اشارك المعلومات والنوع والطريقه اللي انا بعملها ازاي. فدي حاجه انا بتعلمها مع الوقت ما في طريقي يعني، وفي السكه باخد حبه من هنا على حبه من هنا. في ناس كتير ممكن تبقى شايفه ان انا ممكن اكبر اسرع من كده واجيب ناس اكتر من كده واشتغل المحتوى احسن من كده بسرعه، سواء الثامبنيلز والاديتنج والاضاءه والكاميرات والساوند افكتس وكل حاجه. بس انا حبيت ان انا اخد وقتي واحده واحده وامشي فيها واحده واحده. المهم ان انت ما تبطلش يعني. بس الفكره يعني اللي حابب اقوله ان الشخص لو هو مش موهوب، لو هو ما عندوش الموارد، لو هو ما عندوش اي حاجه بس بياخد خطوه، احسن من شخص عنده كل حاجه بس هو ما بياخدش خطوه. فالمهم ان انا الحمد لله على الاقل شايف ان انا باخد خطوه، حتى لو خطوه بطيئه جدا، حتى لو خطوه صغيره جدا، حتى لو انا باخد سنين. انا داخل في السنتين على يوتيوب دلوقتي وما زلت مش مظبط كل حاجه ومش مخلص كل حاجه. وانت ممكن تتخيل ان السنتين دول هيعدوا يكون المحتوى بتاعك توب تير، بس هو مش توب تير. انا ركزت على المعلومات اللي بحاول اقولها في الفيديوهات، ما ركزتش قوي هي شكلها بسلمها ازاي وبديها للناس ازاي والالقاء والطريقه والفيديوهات والكواليتي وكل الكلام من ده. بس دي حاجه بتيجي هي بنعملها واحده واحده بالاضاءه ومش عارف ايه. انا حابب جدا ان انا اشوف في المونتاج لما اجي اعمل مونتاج للفيديو ده ويطلع لكم الفيديو النهائي شكله هيبقى عامل ازاي، وحابب ان انتوا تقولوا لي طبعا ارائكم، شايفين ايه احسن لو انتوا بتفهموا في الموضوع ده اكتر مني يعني. هل ان انا مثلا اسيب ده اللي هو الاساسي الكبير ده يبقى جنبي معايا طول الوقت وازود واحد مثلا من الجنب او يبقى ورا، بيبقى شكله عامل ازاي؟ محتاج ان انا اثقف نفسي اكتر واشوف فيديوهات اكتر عن الناس بتعملها ازاي. وبس عايز اسمع تعليقاتكم، ايه رايكم في الخطوه دي؟ هل شايفين ان هي احسن؟ هل شايفين ان هي مش هتعمل فرق كبير للدرجه دي؟ لاني دايما بصور بره وبحس ان انا يعني انا عايز اركز على الكونتنت اللي هنزله على الانستجرام والتيك توك وبعد كده في المستقبل، وعايز اعمله حاجه نظيفه يعني ان شاء الله. برضو اليوتيوب بحاول ان انا احسن منه، لان اليوتيوب هبقى بنزل عليه بنفس الشكل. معايا الكاميرا فيها اوبشنز كتير قوي، الكاميرا ممكن تديني مساحه كبيره قوي ان انا ابدع براحتي واطلع كواليتي فعلا محترمه، لان الكاميرا ما شاء الله جميله بالعدسه جميله كل حاجه. بس اللي بيفرق مع الكاميرا زي ما انتم شفتوا الاضاءه جوه البيت مش حاجه يعني. انا لو طفيت النورين دول ممكن يدي فايب مختلف تماما عن لو سبتها زي ما هي. يعني هو ده واحد قفلناه كده، انا طفيت النور كلها، كده انا طفيت انوار الاوضه كلها، ما بقاش في حاجه. ممكن تحط RGB هنا
وراك يبقى شكله خطير يعني. او ممكن اللمبه دي ذات نفسها، ممكن اللمبه دي اغيرها تبقى برضو RGB بدل ما هي بس اصفر واسود كده. يعني ماشي الحال يعني. ممكن احاول اظبط الكادر، ممكن اوريكم بتاع الناحيه التانية. الدنيا مكركبه ومناديل وحوارات، الدنيا مكركبه قوي في كل حته. معلش يعني انا 3 صناديق 3 سوفت بوكسز مع كل حاجه في كل حته كرتونه بيض والدنيا. معلش سامحوني يعني. الاوضه قد كده، الاوضه قد كده بجد. فانا قاعد الاوضه فيها مكتب ودولاب والكنبه اللي ورايا اللي بتتفرد سرير، مفيش سرير حقيقي. فمعلش يعني سامحوني، بس دي جزء من الرحله، كل ده جزء من الرحله. بس فزي ما حكيت لكم يعني. ايه رايكم؟ اضاءة في نور هنا شكله جامد، والموضوع شكله بروفيشنال، ومايك محترم ما شاء الله، كاميرا محترمه. شكلها دلوقتي شايفين شكلها عامل ازاي؟ ده بيمنع ان النور يطلع على الجوانب، يعني ان النور لما يبقى ورايا ما يبقاش فيه اضاءة كتير قوي كده ورايا. يعني انا ممكن لو شلته تشوفوا الفرق، بس انا مكسل قوي اعمل الحركه دي. ده بالبتاع الاسود اللي انتوا شايفينه، وبعدين انا ممكن اشيله. ودي دلوقتي الاضاءة من غير ده. يعني ده كده كان عامل لي شوية حوارات زي ما انتوا كنتوا شايفين. بس انا حابب اسمع ارائكم وتعليقاتكم. شايفين ايه احلى، كده ولا كده ولا كده؟ انهي اضاءة كانت احسن؟ هل الاتنين دول مع بعضيهم كده، او لو ممكن اظبطهم بشكل ما؟ هل ده لوحده كويس؟ يعني عايز اعرف ايه ارائكم. لو تقدروا تفيدوني، لو تقدروا تدوني شوية حاجات كده تيبس اند تريكس، وقولوا لي يعني هل الموضوع مستاهل يعني ان الواحد يحط فلوس في نور ومش عارف ايه واضاءة وكلام من ده. وبس اتمنى ان انتوا تكونوا شفتوا حاجه جديده النهارده. اتمنى تكونوا انبسطتوا، اتمنى تكونوا كده. متنسوش تدعوا لي. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.